انت في مصر الجديدة وما جربتش رأفت، يبقى لسه ما جربتش الاكل اللي بيولع السوشيال ميديا. ماشي، انا ومحمود اخويا قال لي استنى، ازاي تعدي من مصر الجديدة وما تقفش عند رأفت؟ هنا الاكل مش مجرد اكل، هنا حفلة كل يوم. سيخ الشاورما بيرقص في المكان، ما شاء الله عليه، وهو بيجهز الاكل بسرعة مش طبيعية. يعني قبل ما تلحق تقول جعان تلاقي السندوتش قدامك. الطحينة بتتحط بدلع، بهارات متوزعة صح. بصراحة وصفة مش هتلاقيها عند حد تاني. بصوا الطابور ما شاء الله من أول الشارع. الناس دي مش واقفة عشان فرجة، الناس واقفة عشان الطعم اللي بيفتح النفس. تخيلوا بقى كل واحد واقف ومش زهقان عشان السندوتش اللي مستنيه يستاهل بصراحة. جد واقف بيعمل السندوتشات بنفسه، وبصراحة شفت إن كل الناس اللي هناك عارفينه وبيحبوه. أخيرا دخلنا المعركة. الريحة يا جماعة مش طبيعية، البرجر بيتقلب على الفحم تحسه بيتكوي، الصوت ده اللي بيخلي الطابور ثابت. دخلت على الكاشير، جبت برجر كومبو بالجبنة. تحس وانت واقف في الطابور انك واقف على بيتزا مش على سندوتش. بس بصراحة كل واحد واقف مبتسم، والريحة طايرة للناس جاية من آخر مصر الجديدة. انا عايز واحد برجر حبيبي. ده قد ايه وقت؟ اه ماشي. ما شاء الله السندوتش محتاج يعني أسطورة، محتاج 3 ياكلوه. تعالى كده قرب. هو ما شاء الله قطعة حوالي مثلا 300 جرام لحمة، وعليها البيض، وهو سندوتش كلاسيك يعني، وتحتيها الجبنة والخس. اللحمة اهي. ما شاء الله سندوتش محتاج 3 ياكلوه. نجرب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتقول لك نم 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 نم. موضوع كنتش متخيل اللي هو بالجمدان ده. سندوتش حكاية، ولازم تيجوا تجربوا رأفت. استنيكوا هنا في مصر الجديدة. مطعم رأفت من الأساطير بتاعة ميدان تريم، فاتحين من 1955. وطبعا احنا الجيل الثالث وشغالين تحت الاسم اللي نشأ من 1955. بنقدم زي ما انت شايف كده الفاست فود. بنقدم شيش برجر مخصوص ما بيتعمل لنا. احنا مشهورين بالشيش بتاعنا، مشهورين بالفينجر. فطبعا كل سكان مصر الجديده بيشرفوا. طبعا زي ما انت شايف كده الهوسبيتاليتي بتاع الاستاف واخد الطبع اللي هو اورينتال شويه، عامل فريندلي مع الجست. وبخاطب طبعا كل الشرايح، الكلاين دي سي، الكلاين دي ايه، الكلاين دي بي، كل. الباقيين بتوعنا لو جم عندك تقدر تعمل معاهم حاجة كويسة. طبعا طبعا شرفونا، وان شاء الله يكون عندك في ظنكم، ونتمنى نشوفكم على خير. حبيبي يا دكتور، فرصه شرفت سعيده بحضرتك، جدا، شرفت شرفتونا. بحضرتك. جولتنا خلصت، قولوا لي الجولة الجاية تحبوها فين؟